جونيور فور عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معادنا النهارده مع الورك شيت والهوم ورك شيت، وكمان هنحل مع بعض التقييمات الاسبوعيه للاسبوع الثاني عشر. يلا بينا نبدا بسم الله، وهنحل مع بعض. اول حاجه الهوم ورك شيت، وبيقول لي في اول سؤال: the sides of canyons are. السايدز بتاعت الكانيون بتكون steep and narrow. نركز كويس جدا، الفالي بتكون gentle sloped، لكن الكانيون بيكون steep and narrow. Number two, plants on both sides of the canyons indicates the presence of. في plants موجودة وجرو على التو sides بتاعت الكانيون، ده بيأكد لك وجود ايه؟ طبعا هيكون وجود الووتر، علشان it's a basic need، يعني احتياج أساسي للبلانتس. طالما في ووتر وفي سويل بتكون صالحة للزراعة، هيحصل grow up، يعني ان البلانتس تنمو. تمام. نمبر 3، وادي نخر is found in. قلت لك 100 مرة لازم نحفظ كويس جدا الأماكن بتاعة الوديان. أول حاجة عندي وادي نخر موجود في عمان، عندي السمول كانيون موجود في تايلاند، عندي كمان الكالرد كانيون موجود في سيناي، وطبعا وادي رو موجود في جوردن. كمان الشيبس بتاعتهم لازم نكون حافظينها كويس جدا، وعارفين ان الكانيون differ in color والتكتشر والشيب of rocks. يعني ايه الكالر والتكتشر؟ التكتشر اللي هو الملمس بتاع الروكس، وكمان الشيب of rocks. مثلا عندي وادي نخر بيكون black and brown color، لكن السمول كانيون الموجود في تايلاند بيكون it's like rich color، يعني عامل زي اللون الأحمر كده. كمان الفي شيبد بيكون موجود في الكالر دي كانيون في سيناي، ووادي الروم في الجردن. برضو لازم تحفظ الصور دي كويس جدا، وتبص عليها كده وتحفظها في دماغك. تمام يا حبايبي؟ طيب دلوقتي احنا وصلنا للسؤال اللي هو وادي نخر is found فين؟ لسه قايلين في عمان. Number four, canyons may differ in each of other in. لسه قايلين اهي موجودة في الكتاب، مختلفة في ايه؟ في الكالرز والتكتشر والشيب of rocks. Number five, canyon may formed by weathering and erosion with the effect of dot and dot. احنا متفقين ان الكانيون formed بالتو بروسيس اللي هما الويذرنج والايروجن، ماليش دعوة بالديبوزيشن خالص في الفورميشن اوف كانيون. كمان take millions of years to be formed. طيب by the action of ايه؟ by the action of water او effect of water and wind. بعد كده put true or false، وما ننساش correct زي ما بقول لك كل مرة. Number one, canyons are formed at a few years. لا طبعا it takes about millions of years to be formed، يعني long period of time. يا ريت يا حبايبي ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. كمان جروبات الواتس موجودة في الديسكريبشن بوكس لو حابين تتواصلوا معايا. وهنلاقي على القناة بلاي ليست خاصة بالويكلي تيست، وبلاي ليست تانية خاصة بشرح المنهج من المعاصر، وحل جميع تمارين الموجودة ورا كل ليسون في كتاب المعاصر. Number 2، Colored Canyon is found in Sinai. Colored Canyon موجود في سيناي. True. Number 3، canyon is formed due to weathering and deposition. لا طبعا ماليش دعوة بالdeposition خالص، weathering and erosion. Number 4، the more water flows the more erosion. كل ما الاماونت بتاعت الووتر increase او الاماونت بتاعت الرين increase او الووتر فلو او السبيد بتاعت الووتر increase، يعني ماشية بسرعة، كل ده بيزود لي الايروجن بروسيس. يبقى the more water flows the more erosion. True. Number 5، there are lines in some canyons. يعني ايه lines يا حبايبي؟ بصوا كده معايا الصور بتاعت الكانيون، شايفين اللاينز دي اللي هي ليه؟ due to many layers of rocks. انا عندي layers موجودة، طبقات من الروكس، فهي اللي بتعمل لي كأنها لاينز كده، كأنها خطوط. so هتكون true. وبكده خلصنا الهوم ورك شيت، ونبدأ مع بعض الكلاس ورك شيت. وبيقول لي في أول سؤال: water and wind are factors that cause الثري بروسيس اللي احنا عارفينهم، اللي هم الويذرنج والايروجن والديبوزيشن بروسيس. سو هتكون يا ريت يعني دايما كده نمشيهم بالترتيب علشان ما نتلخبطش. ويذرنج والايروجن ديبوزيشن.
Number two canyon is formed by الكانيون بالتو process اللي هما ال weathering وال erosion ومليش دعوة خالص بالdeposition. Number four colored canyon found. لسه number three canyon is formed at dot years millions of years. عايز تقول many years، عايز تقول millions of years، اوكي. Number four colored canyon found in موجود فين؟ سيناي، موجود في سينا. Number five canyons are differ for each other in مختلفين في ايه؟ في ال colors texture and shape of rocks. نفس السؤال متكرر في ال homework sheet. True or false and correct. Number one there is a small canyon in Thailand. ال small canyon موجود في تايلاند. True. Number two canyons are similar in each other. لا طبعا. أو similar to each other. لا. They differ from each other. مختلفين عن بعض في ايه؟ في ال colors وال texture and shape. So differ. Number three canyon form as a result of weathering. هو weathering بس؟ لا هو weathering and erosion. ليه يا حبايبي؟ لأن ممكن يحصل weathering للماونتن مثلا. طيب وبعد كده تفضل في مكانها، هو كده هيتكون الكانيون؟ لا طبعا، لازم ال weathering and erosion الاتنين مع بعض. Number four plants on both sides of the canyons indicate the presence of water. True. بعد كده number five the sides of the canyons are flat. لا طبعا دي steep sides. steep وكمان very deep يعني high sides. وبكده نكون خلصنا الكلاس ورك شيت، ويلا بينا على الويكلي تيست. وما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس يا حبايبي. كمان ما ننساش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد، واي سؤال سيبولي في الكومنتس هجاوب عليكم على طول. فاول ويكلي تيست بيقول لي هنا complete the following sentences. number one او هي just one from an example of canyons are. قول لي بقى اي كانيون من الكانيونز اللي موجودة دي. قول لي وادي نخر اسمه الكانيون، او colored كانيون، وادي الروم، زي ما انت عايز اي واحد من دول ينفع. انا هكتب وادي نخر in عمان واللي سمول كانيون في تايلاند. Number two write the scientific term. وادي in Jordan موجود ايه في الجوردن؟ اهو موجود وادي الروم. بعد كده give reason for there are plants at the sides of the canyon. طبعا due to presence of water، موجود الووتر هنلاقي البلانتس. Number four what happens when erosion cannot affect landform. لو erosion مش هيأثر على landform ولا هيحصل transport للsediments from one place to another place، يبقى مش هيحصل reshape للlandform دي. يبقى the landform will be not reshaped، يعني مش هيتغير شكل اللاندفورم ده. يبقى أول حاجة the sediments will be not transported، وكمان the landform will not be reshaped. يبقى the sediments will not be transported وكمان ال landform will not be reshaped. بعد كده explain why it might be useful to recognize signs of weathering. ليه كويس جدا ان انا استدي ال weathering وال erosion يا حبايبي؟ علشان طبعا it might help us، بيساعدنا في ايه؟ بيساعدنا ان احنا نشوف safe place علشان نبني فيه الهاوسز بتاعتنا. يعني مثلا imagine لو انا مش درست الويذرنج تمام ولا الايروجن، وجيت بنيت الهاوسز بتاعتي على ماونتن، مش الماونتن ده ممكن يحصل بريكنج داون يعني ويذرنج للبارتي دي، والبارتي دي يحصل لها ايروجن يعني ترانسبورتد الجرافيتي بول ات، فالهاوس هو كمان هيحصل له ان هو هيتهد معاها. تمام. فانا بدرس الويذرنج والايروجن ساعدوني ان انا اشوف سيف بليس، مكان امن اقدر ابني فيه الهاوسز بتاعتي. يبقى because it may help in building houses in safe places. طبعا انا بطلع لكم الاجابه من كتاب الاسسمنت بوك علشان دايما بقول لك ده اهم كتاب لازم يكون موجود معاك على طول، وبنذاكر منه وبنراجع منه ايام الامتحانات. اسئله الجيف ريزون والوات هابن بنقسمها ورا كل ليسون وبنحفظها. ما ينفعش ان احنا نحفظها كلها مره واحده، لا كل ليسون ليه جيف ريزون وات هابن وديفينيشن خاصة بيه، فياريت نحفظها أول بأول.
بعد كده تيست نمبر 2 في الويك 12 بيقول لي complete the following: the canyon is formed due to two process اللي هما weathering and erosion. مش ملاحظين الأسئلة متكررة؟ and erosion. Write the scientific term canyon in Sinai. موجود في ايه في سيناي؟ موجود colored canyon. ما ننساش يا حبايبي colored canyon في سيناي. وادي روم في الجردن. وادي نهر في عمان. بكررها تاني small canyon في تايلاند. طب هو عايز موجود ايه في سيناي؟ في سينا colored canyon. Give reasons for canyons have sloped sides. طبعا due to the effect of weathering and erosion by water and wind. الwind والwater بيعملوا eroding وبيعملوا طبعا الأول weathering يعني breaking down وبعد كده يعملوا erosion transporting sediments from one place to another place. فبيخلوا السايتس بتاعته بتكون steep sloped sites very deep. تمام. بعد كده بيقول لي what happens when deposition cannot affect the landform. لو الديبوزيشن ما أثرتش على اللاندفورم، نفس إجابة اللي هو الإيروجن it can't reshape the landform. ادي أول حاجة it can't reshape the landform. وطبعا إيه اللي بيتكون بالديبوزيشن بروسيس؟ لا هيتكون لي دلتا ولا هيتكون لي ساند ديونز، لأن هما دول التو لاند فورمز اللي بيتكونوا بالديبوزيشن بروسيس. sand dunes and delta will not be formed. مش هيتكونوا. بعد كده explain why it might be useful to recognize. نفس السؤال برضو علشان مهم جدا ندرس weathering erosion علشان نقدر نشوف safe places ان احنا نبني فيها houses بتاعتنا. يبقى because it may help in building houses in safe places. هنلاقي السؤال متكرر، فلو سمحتوا نحفظه كويس جدا. سواء قال لك الإيروجن أو الويذرنج أو الديبوزيشن فنفس الإجابة it may help in building houses in safe places. وهنلاقي السؤال برضو متكرر أهو في آخر الويكلي تيست نموذج نمبر سي أو ويكلي تيست نمبر 3. Explain why it might be useful to recognize signs of deposition because it may help in building houses in safe place. نفس الإجابة. تمام. تعالوا نبدأ بقى في التست نمبر 3. بيقول لك complete the following: the sides of canyon. طبعا اتفقنا ان هي steep and narrow. Write the scientific term canyon in Thailand. اتفقنا اللي موجود في تايلاند اللي هو ايه؟ اهو يا حبايبي small canyon. انا بحب اوريكم الإجابة في الكتاب فين بالظبط عشان وانتوا بتذاكروا تركزوا عليها. كمان لما بنشوف الحاجة بعينينا مش بننساها أبدا، عشان كده بقولك بص على الصور اللي موجودة ولو سمحت ركز فيها كويس جدا علشان بتجيلك وتجيب لك صورة مثلا ويقولك دي صورة ويتش كانيون. بعد كده give reason for river that can change the landform. ليه الريفر أو الووتر can change the landform؟ علشان ممكن تعمل weathering or erosion. يبقى because the water in river may cause weathering or erosion and change أو reshape the landform. ممكن بقى between the brackets كده أقول forming canyon. كده يبقى الإجابة كاملة جدا. بعد كده what happens when weathering cannot affect landform؟ نفس الأسئلة متكررة. لو الديبوزيشن، لو الإيروجن، لو الويذرنج cannot affect landform، كل ده هيحصل فيه ايه؟ ان الويذرنج cannot reshape the landform. وطبعا احنا عارفين ان الويذرنج هو breaking down of rocks into smaller parts اللي هي sediments. طب ما حصلش weathering او الويذرنج cannot affect the landform، the sediments will not be formed ولا landform will not be reshaped. مش هيتغير ولا reach او change ولا change. تمام يا حبايبي. وطبعا اخر سؤال زي ما اتفقنا خلاص جاوبنا عليه، وبكده نكون خلصنا الويكلي تيست والهوم ورك شيت وكمان الكلاس ورك شيت. يا ريت ما ننساش لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. وثانك يو برايمري 4.